السلام عليكم متتبعي محمد طقس المغرب، مرحبا بكم في النشرة الجوية لمساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. ابتداء من الساعة السادسة إن شاء الله تعالى في هذا المساء كما كتشوفوا أجواء غائمة في أغلب مناطق المغرب ما عدا سحب عليا عابرة في منطقة الناظور وكذلك في برد وتطوان سبتة المحتلة وكذلك سحب عليا سافي الصاورة أكادير تريوين طاطا تيزنيت قلمين وأجواء صافية في باقي مناطق المغرب إن شاء الله تعالى. الساعة الثالثة صباحا يوم الأربعاء 31 إن شاء الله تعالى، يعني تقريبا كما كتشوفوا الأجواء تكون غائمة في وجدة، بركان، توريد، قرسيف، تازة، الناظور وكذلك في الدريوش والحسيمة وكذلك في شفشاون وتطوان وسبتة المحتلة إن شاء الله تعالى، وسحب عليا في جديدة مراكش الصاورة وأكادير وقلميم والسمارة وأجواء صافية في باقي مناطق المغرب إن شاء الله تعالى. في هذا التوقيت بالضبط إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا الناحية ديال الضباب واش كاين غدا إن شاء الله تعالى ولا لا. كما كنشوفوا تقريبا الساعة الثالثة هناك ضباب كثيف في المنطقة الشرقية في قرسيف وتوريت وكذلك ربما في وجدة، أحفير، السعيدية، نعيمة، عيون سيد ملوك، أكليم، زايو، عروي، دريويش وكذلك الناظور ودار كبداني إن شاء الله تعالى. وضباب تقريبا خفيف في باب برد وشمال شفشاون إن شاء الله تعالى، وسيستمر هذا الضباب تقريبا إلى غاية الساعة 10 صباحا في منطقة قرسيف وكذلك في وجدة، و12 تقريبا إن شاء الله تعالى غادي تكون أجواء يعني صافية بالنسبة للضباب إن شاء الله تعالى. في نفس التوقيت غادي نشوفوا الأجواء كي غادي تكون تقريبا أجواء غائمة وفي عابرة، تقريبا سحب عابرة في مرزوقة، زاكورة، كذلك فرزازات وتريونة، ترودان، وكذلك منطقة سوسو، وكذلك بني ملا خريبكا، سطات الجديدة، وكذلك إن شاء الله طاطا وأشت وكلميم، والسماء صافية في أقل من الجنوبية إن شاء الله تعالى، وكذلك صافية في وسط الحاج كيكوفة، سيدي سليمان وأقصى الشمال، ما عدا تقريبا يعني سحب تقريبا كثيفة في الناظور إن شاء الله تعالى وفي منية المحتلة وكذلك سبتة، مع تقريبا تساقطات ضعيفة جدا في النواحي ديال كما كتشوفوا منطقة ديال السبتة والدريوش، لكن يعني ضعيفة. الساعة الرابعة نفس الشيء تقريبا في مساء الغد الأربعاء، تساقطات ضعيفة في سبتة إن شاء الله تعالى. وكما كتشوفوا الرياح فهي يعني الشرقية إن شاء الله تعالى. في المساء تقريبا أجواء مستقرة، وربما يعني غادي تكون بعض السحوب يعني كثيفة في منطقة الناظور وكذلك الدريوش والساكا وبركان، لكن بدون أمطار. تقريبا تساقط ضعيفة في تطوان كما كتشوفوا بهذاك اللون، وربما في السبتة كذلك، لكن يعني تقريبا تساقطات ضعيفة إن شاء الله تعالى. في المساء نفس التوقيت يعني الساعة السابعة كما كتشوفوا الأجواء غادي تكون غائمة في تريوين، ترودان، وكذلك في تنغير، بني ملال، يعني سحب عليا عابرة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لي يعني في الصباح يعني نشوفوا النقطة ديال الرياح إن شاء الله تعالى، فتقريبا الرياح مستمرة تقريبا كما أشرنا في النشرات السابقة، رياح قوية في سبتة وطنجة، وتقريبا في المساء نفس الشيء غادي تزداد القوة ديال هذه الرياح إن شاء الله كما كتشوفوا غادي تقدر توصل ل 60 كيلومتر في الساعة، وكذلك في الساعة الثامنة نفس الشيء. ويوم الخميس ربما يعني بعد الزوال نفس الشيء تزداد قوة، يعني تقريبا ربما هذه الرياح في أقصى الشمال. يوم الجمعة عاد غادي تكون إن شاء الله تعالى أجواء مستقرة في أقصى الشمال من ناحية ديال الرياح. لكن في مناطق أخرى كما كتشوفوا يوم الأربعاء تقريبا ابتداء من الساعة 9 صباحا تشكل يعني الرياح قوية في باب الصحراء في قلميم إن شاء الله تعالى، وبالضبط في إفران أطلس الصغير وأفركات إن شاء الله تعالى. في المساء تزداد قوة هذه الرياح في إفران أطلس الصغير وقليم وأفركات كما كتشوفوا، وكذلك تقريبا في نفس يوم الخميس يعني استمرار هذه الرياح القوية في هذه المنطقة، أشت، قلميم، وكذلك طنطان، العيون، تقريبا 40 كيلومتر في الساعة، جديرية فهي رياح شرقية يعني كما كتشوفوا. يوم الجمعة تقريبا غادي تكون يعني أجواء نوعا ما مستقرة من ناحية ديال الرياح إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأيام المقبلة غادي نشوفوا يوم الخميس من ناحية ديال التساقطات المطرية، نشوفوا الأيام المقبلة يوم الخميس مستقرة، يوم الجمعة كذلك مستقرة، يوم السبت مستقرة، يوم الأحد كذلك أجواء، يوم الاثنين مستقرة، يوم الثلاثاء نفس الشيء تقريبا والله أعلم. يوم الخميس المقبل النموذج الأوروبي يقول أن هناك ربما يعني كاين واحد المنخفض ممطر كما كتشوفوا هو هذا، ربما يقدر والله أعلم يدخل الشمال إفريقيا يعني المغرب إن شاء الله تعالى. المهم التحديد ديال غدا إن شاء الله عاد غادي يبين نشوف بالنسبة لي يعني حاليا، فهذا المنخفض هذا يعني تيبين باللي راه مازال بعيد. بالنسبة للضغط الجوي يعني تقريبا
في هذا تقريبا في هذا التوقيت هذا، يعني الخميس 8 يناير تقريبا. هناك يعني ضعف في الضغط الجوي كما كتشوفوا. هناك منخفضات تقريبا، كاين منخفض هذا وكاين هذا 1003. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون واحد السيطرة يعني هذه المرة المنخفضات إن شاء الله تعالى، لأنه تقريبا الضغط الجوي فهو بدا كيضعف هذا التوقيت. كما كتشوفوا يوم الأربعاء 7 فهو مازال مستمر في المنطقة 1029. يعني بالنسبة لغدا إن شاء الله تعالى كما كتشوفوا يعني مازال الضغط الجوي يعني رهيب جدا ومسيطر على شمال إفريقيا وكذلك حتى جنوب أوروبا وحتى يعني شرق أوروبا. يعني تقريبا نتمنى من الله السلامة والعافية يا رب العالمين، الله يفرجها. يوم الخميس كما كتشوفوا نفس الشيء، يوم الجمعة، يوم السبت يعني سيطرة تامة لهذا الضغط الجوي، يوم الاثنين نفس الشيء، يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، يوم الأربعاء. لكن كما قلت يعني يوم الخميس كاين واحد الضعف ديال الضغط الجوي كما كتشوفوا، يعني باللون يعني بداك غير الداكن، يعني بدا اللون مفتوح شوية، هذا يعني أن الضغط الجوي بدأ يعني كيضعف وبدا كيبعد. نتمنى من الله يعني الخير إن شاء الله تعالى، الله ييسرها يا رب العالمين. النقطة الموالية اللي غادي نشير ليها وهي ديال البحر إن شاء الله تعالى. نشوفوا واش مازال يعني هائج أو لا. تقريبا في هذا المساء إن شاء الله تعالى أو صبيحة اليوم غد الساعة 5 يعني نشوف أن هناك تقريبا حركة الأمواج عالية. يعني كاين شوية ديال عفوا المنطقة المتوسطية كما كتشوفوا 1.5 في طنجة، العرائش 1.1 هائج في الرباط والجديدة كذلك الدار البيضاء المحمدية والصويرة وأكادير وقلميم كذلك هائج يعني تقريبا واحد يعني عفوا 2 متر. لكن في الطرفية تقريبا 0.7 فهو هادئ نوعا ما. بوجدور كذلك في الداخلة هائج 1.5 يعني صبيحة اليوم الغد. في المساء إن شاء الله تعالى نفس الشيء بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، فهو هائج نوعا ما من سبتة إلى الحسمة وكذلك الناظور والسعيدية، يعني بين 1 متر إلى 1.5 متر. والواجهة المتوسطية نفس الشيء فهو هائج نوعا ما عدا الطرفية تقريبا 0.7. بوجدور كذلك الداخلة 1.1 إن شاء الله تعالى، نتمنى الله الخير. ويوم الخميس تقريبا نفس الشيء، مساء الخميس تقريبا نفس الشيء، وهناك استقرار حتى في البحر الأبيض المتوسط صبيحة اليوم الجمعة إن شاء الله تعالى، واستمرار هيجان البحر المحيط الأطلسي يعني بين متر ومتر ونص. وكذلك في المساء إن شاء الله تعالى يوم السبت نفس الشيء تقريبا، ونتمنى الخير إن شاء الله تعالى. شكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم والدعم ديالكم، وتحياتي لكم والسلام عليكم.